الأهلي يضع شرطين لبيع بن رمضان في الصيف. وضع النادي الأهلي شرطين للموافقة على رحيل التونسي محمد علي بن رمضان عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف مصدر في الأهلي أن مسؤول النادي لا يرغبون حتى الآن في بيع بن رمضان لأي نادي، والإبقاء عليه رفقة الثنائي الأجنبي أشرف بن شرقي ويوسف بالعمري. ولكن المصدر عاد مؤكدا أن هناك شرطين للموافقة على بيع اللاعب في الصيف المقبل. الأول يتمثل في الحصول على مقابل مادي كبير لا يقل عن 2 مليون دولار في حالة وجود رغبة من أي فريق آخر في الحصول على خدماته. أما الشرط الثاني هو رغبة بن رمضان نفسه في إنهاء علاقته بالأهلي، ووقتها لن يستطيع النادي إجباره على البقاء وسيوافق على رحيله. أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي. وضع أكرم توفيق لاعب وسط فريق الشمال القطري شرطا وحيدا من أجل الموافقة على العودة من جديد إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف مصدر مقرب من أكرم توفيق أن اللاعب لا يمانع العودة للأهلي، لكنه اشترط الحصول على نفس راتبه مع فريق الشمال القطري دون تخفيض. وقال المصدر أن أكرم يريد الحصول على 1,200,000 دولار من الأهلي، أي ما يفوق 60 مليون جنيه في الموسم، وهو نفس راتبه مع فريق الشمال في الموسم القادم. وأضاف: إذا وافق الأهلي على هذا الشرط سيعود اللاعب للقلعة الحمراء وسينهي علاقته مع الشمال بالتراضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكرم توفيق كان يتقاضى في آخر موسم له مع الأهلي قبل الاحتراف في الدوري القطري 10 ملايين جنيه في الموسم، وبالتالي ما طلبه اللاعب نظير العودة يعتبر رقم خيالي مقارنة بما كان يحصل عليه وقت ارتداء القميص الأحمر. الأهلي يستعين بورقة المقايضة للتخلص من لاعبي الدكة وحسم صفقات الصيف. يستعد مسؤول النادي الأهلي لإبرام صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة مع عدة أندية محلية بورقة المقايضة عن طريق الاستعانة باللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل مستمر والعائدون من الإعارة من أجل ضم أكثر من صفقة خلال ميركاتو الصيف. وفي مقدمة هذه الصفقات التي يرغب الأهلي في إتمامها أقطاع عبد الله مهاجم إنبي، ويرغب الأهلي فيها الحصول على خدمات أقطاع عبد الله بشكل حيوي، كما يدرس ضم علي محمود، وهناك ترحيب بعد ذلك باللاعب حامد عبد الله. ويرغب الأهلي في استغلال ورقة أكثر من لاعب لديه مرشحين للرحيل في الصيف الجاري، يأتي في مقدمتهم محمد شريف وعمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري، من أجل ضم لاعب أو اثنين من إنبي. بيراميدز يخطط لخطف 3 صفقات مجانية من الأهلي. كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن الفريق يراقب عن قرب موقف عدد من لاعبي الأهلي تحسبا لإمكانية التعاقد معهم بشكل مجاني حال رحيلهم رسميا عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. وأوضح المصدر أن بيراميدز بدأ جس نبض بشأن الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، خاصة أن عقديهما مع الأهلي قد انتهى وسط عدم وضوح موقف التجديد بشكل رسمي. كما دخل أحمد رمضان بيكهام ضمن اهتمامات بيراميدز بعد انتهاء فترة إعارته مع الأهلي، حيث ينتظر النادي السماوي القرار النهائي لإدارة القلعة الحمراء بشأن مستقبل اللاعب وإمكانية استمراره أو عودته لسيراميكا خلال فترة الانتقالات الحالية. ويستهدف بيراميدز دعم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرات والقدرات الفنية الكبيرة. بات الراتب السنوي مشكلة كبرى في حسم الأهلي صفقة التعاقد مع حمدي فتحي المحترف في صفوف الوقر القطري، والممتد عقده مع الأخير لموسمين مقبلين. وتحفظ حمدي فتحي لاعب الوقر القطري على خيار العودة حاليا للدوري المصري بسبب ضخامة راتبه الذي يتجاوز ال 2 مليون دولار 100 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد. ووضع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي استخدام حمدي فتحي ضمن الحسابات لتعزيز دفاع الأحمر في ظل إجادة حمدي فتحي اللاعب في مركز المدافع إلى جانب محور الارتكاز. ويتمسك الوقر القطري في نفس الوقت بالحصول على مقابل مالي يتخطى ال 2 مليون دولار نظير الموافقة على بيع حمدي فتحي، ويعول على اللاعب كثيرا في تشكيلته ويأمل في استمراره.